بعد انتهاء آخر يوم في امتحانات الثانوية العامة هيجي في دماغك سؤال واحد: أنا مصيري هيكون إيه؟ وهدخل كلية إيه؟ تفضل تدور وتقلب يمين وشمال، هخش الكلية دي ولا الكلية دي ولا الكلية دي، وبتكون متوقع الدرجة اللي أنت هتجيبها فوق ال 90 ولا تحت ال 90، لأن أنت غالبا عرفت عملت إيه في الامتحانات، فمتوقع الدرجة اللي هتيجي كنتيجة لمجهودك ده، ومجهودك ده اللي هو ليه سنة كاملة عشان في الآخر توصل لحلمك في النهاية، وبتكون عارف إن أنت متوقع هتجيب الدرجة الفلانية. تفضل تفكر لحد ما تفكيرك يوصلك إن أنت لو هتخش المجال الطبي وقدام منك كلية الصيدلة وكلية العلاج الطبيعي، أخش مين فيهم أحسن وعلى أي أساس أخش أي كلية ومين فيها مستقبل أفضل. عشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن الفرق ما بين كلية العلاج الطبيعي وكلية الصيدلة، كام نقطة كده حاجة شبيهة بالمقارنة. النقطة اللي هنتكلم فيها عشان تكون ماشي معايا بالتحديد هي كالآتي: أول نقطة فيها تعريف مجمل بالكلية والأقسام والدراسة فيها هتكون إيه. تاني حاجة الأقسام اللي جوه الكلية والتخصصات اللي فيها. تالت حاجة مين فيهم يكون أكثر تعاملا مع المرضى. رابع حاجة التكليف موجود ولا اتلغى. خامس حاجة مين فيهم بيسهل الطريق أكتر للسفر بره مصر. سادس حاجة الدخل المادي سواء لو دخلت صيدلة ولا علاج طبيعي هيكون أفضل. آخر حاجة فيهم لو أنا هخش خاص أو جامعة أهلية مين فيهم أفضل وهل في فروق ما بينهم ولا لا. خلينا كده نخش على كل شيء فيهم بالتفصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الدكتور قدري مظهر، أخصائي العلاج الطبيعي. يلا بينا نخش على النقط دي واحدة واحدة وبشكل مفصل. أول نقطة فيهم تعريف المجمل كلية العلاج الطبيعي أو كلية الصيدلة هيكون إزاي. نبدأ بالعلاج الطبيعي. أنت كدكتور علاج طبيعي ببساطة شديدة كده أنت حد مهيأ إنه ياخد المريض يبدأ يشخصه من أول وجديد، وعلى هذا التشخيص بتبدأ تحط خطة العلاج بتاعتك عشان تنتقل بالمريض إنه حد طريح الفراش أو حد دايما ما بيقدرش يتحرك لأنه يتحرك، وتكون مهتم أكتر بالمشاكل اللي بتأثر على الجهاز العصبي الحركي سواء عند الكبار أو عند الأطفال، وأي حاجة ليها علاقة بيه زي الجهاز التنفسي والجهاز الدوري والجلد، وأي حاجة ليها علاقة بالاثنين دول أو ممكن تأثر عليهم أو بالعكس هم يأثروا عليها لازم تكون عارفهم، ولازم تكون عارف العلاج بتاعهم إيه، سواء العلاج الدوائي ولا العلاج الجراحي أو حتى العلاج الطبيعي اللي أنت لسه هتدرسه بالتفصيل في الكلية. وكمان بيكون لك دور في التغذية العلاجية. التغذية العلاجية دي مختصة بمرضى معينة زي مرضى القلب ومرضى الكبد ومرضى الكلى ومرضى السكري، بيكون لهم حالات خاصة من التغذية عشان ما يسبب لهمش مشاكل. بالنسبة لتعريف كلية صيدلة، أنت كدكتور صيدلي مهيأ للتعامل مع المركبات الكيميائية والأدوية لدورك في تصنيع الدواء بجرعات معينة لمرض معين، وأغلب شغلك بيكون معملي أو في المختبر عشان في الآخر تصيغ دواء معين لعلاج فئة أو مرض معين. بس كمان بتكون كدكتور صيدلي أنت الخط الأول، لأن المريض أول ما بيتعب أول حاجة بيجري عليها الصيدلي، فلازم يكون عندك المقدرة ولو البسيطة على التشخيص بشكل مبدئي لأي مرض عشان لما تبدأ تطلع علاج من الصيدلية يفيد المريض. وفيها كمان جزء كلينيكال وده اللي فيها بيشارك الطبيب الصيدلي الطبيب البشري في المستشفى، وهنعرف برضه دورها إيه قدام. تاني سؤال واكبر سؤال فيهم ايه الاقسام او التخصصات اللي موجوده جوه كل كليه فيه. نبدا بكليه العلاج الطبيعي. في العلاج الطبيعي مجموعه من الاقسام، وعلى هذه الاقسام انت بتبدا تشتغل فيهم. الاقسام هي قسم العظام ودي بتتعامل مع كل حالات العظام، كل امراض العظام وكل امراض الروماتيزم، تتعلم قرايه الاشعه وتتعلم جراحه العظام وازاي بتتم وليه بتتم واسبابها وازاي بتاهلها والعلاج الدوائي، اي حاجه في النهايه ليها علاقه بالعظام. ثاني قسم قسم الاعصاب. قسم الاعصاب ده انت بتدرس كل الامراض العصبيه وجزء من الامراض النفسيه، بتدرس كمان جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري وازاي بتتم والعلاج الدوائي ليها وازاي بتاهل المريض. ثالث قسم قسم الاطفال. انت في قسم الاطفال قسم عجيب، هو زي قسم الاعصاب بس ليه للاطفال الصغيرين، بيكون فيها حالات الاعصاب للاطفال وحالات الضمور وحالات النادره من الجينات. انت المفروض بتدرس كل الامراض دي عشان تاهل الطفل، وخلي بالك انت بتخلق حياه للطفل مش مجرد ان انت بتاهل. رابع قسم قسم النساء والولاده وصحه المرأة. القسم ده غريب شويه ان انت تسمعه في علاج طبيعي اصلا، لكن دورك فيه مهم جدا بسبب المشاكل اللي بتحصل على الجهاز العضلي اثناء الحمل واثناء الولاده، وكمان بتدرس مراحل الحمل واشكال الولاده والمشاكل اللي بتحصل خلال الفتره دي وخلال الفتره دي او ما بعد الولاده. خامس قسم قسم الجلديه والحروق. قسم الجلديه والحروق ده قسم مختص اكتر بالمشاكل اللي بتحصل في الجلد، من الحروق اللي بتاثر في الاخر على العضلات انها مثلا ما تقدرش تكمل وتفرد، او ان مثلا بيحصل تورم لمفاوي في الجسم، والتورم الليمفاوي ده حاجات زي ما انت شايفها كده في الصوره، انت الوحيد اللي بتقدر تعالج الحالات دي، وغيرها من الحالات الجلديه والحروق الثانيه لسه هتعرفها اكتر داخل القسم. سادس قسم اسمه الامراض الصدريه والبطنيه والجراحه. القسم ده انت مش هتصدق دورك اللي هيتم فيه ايه الا لما بتشوفه فيه. بس في المختصر انت بتدرس فيه جراحات القلب والصدر وامراض القلب وامراض الصدر وامراض الباطنيه بشكل شبه مفصل، كمان بتدرس جراحات الاورام وبرضه بترجع تدرس التورم الليمفاوي اللي زي ما خدناه في الجلديه بس بشكل مفصل، وبرضه دورك في التاهيل في الحالات دي بيكون إيه. وعشان تعرف اكتر عن اقسام كليه العلاج الطبيعي لو ناوي تخش علاج طبيعي وعايز تعرف الاقسام دي دراسه بالتفصيل فيها بيكون شكلها ايه ومستقبلك فيها ازاي والشغل هيكون نظامه ايه، هتلاقي هنا بلاي ليست تحت او ظهرت عندك فوق فيها كل الاقسام وكل قسم بيتكلم عنه بالتفصيل
ودورك ومستقبلك فيه ايه والشغل هيكون عامل ازاي فيه. طيب بالنسبه لكليه صيدله، كليه صيدله فيها برضو مجموعه من الاقسام. اول قسم فيها قسم الصيدليه، وهنا تدرس فيها التصميم والتركيب الدوائي بحيث الدواء ده ازاي يوصل جوه الجسم بشكل فعال ويدي التاثير المطلوب. ثاني قسم وده الصيدله كلينيكال، وهنا تدرس مواد اصعب بشويه لان هنا دورك بيتطور شويه وبيكون دورك مشارك للطبيب البشري في المستشفيات وخاصه مستشفيات الاورام، عشان في الاخر بتدي جرعه معينه من المواد او العلاجات اللي بياخدها مرضى الاورام بحيث تكون فعاله وما تاذيهم. قسم البايوكيمستري، البايوكيمستري ده انت بتدرس الانزيمات والبروتينات والمركبات اللي جوه الجسم وتاثيرها على الدواء وتاثير الدواء عليه. رابع قسم البيولوجيا والمناعه، وده قسم صعب شويه لان انت بتدرس فيها الفيروسات والبكتيريا واسمائهم المختلفه وايه الامراض اللي ممكن يسببوها واي جسم غريب بيصيب الانسان والطفيليات وعائلاتها وانواعها واسباب انتشارها وازاي الواحد بيلقطها اصلا والمرض اللي بتسببه والعلاج اللي المفروض يخرج مع الامراض دي. القسم اللي وراه قسم الكيمياء التحليليه، وده قسم رياضي شويه لان انت بتدرس فيها الجرعات على حسب الموازين والارقام، وبتدرس انت المفروض تدخل كام جرام من الماده دي او كام ملي من الماده دي عشان في الاخر تدي جرعه معينه بدوز معين للمريض ده على حسب الفئه العمريه وغيره. وبيكون القسم ده منتشر اكتر في مصانع الادويه وصنع الجوده والحاجات اللي زي. القسم اللي وراه هو قسم الكيمياء العضويه، هنا بتدرس تركيب الدواء ذات نفسه، المواد اللي بتخش في تركيب الدواء، الشكل الهندسي بتاعها والشكل الفراغي والذرات اللي بتكونها وازاي المواد بتتفاعل مع بعض عشان يدونا دواء معين في النهايه. القسم اللي بعده هو قسم علم الدواء، وده انت بتدرس فيه المستحضرات او المستخلصات اللي بتطلع من النباتات الطبيه عشان تاخدها وتعمل بيها الدواء وتاثيرها ايه لما تضاف على بعض وايه اسمها العلمي واسمها الشائع او اسمها العامي عامه ايه. تدرس ده كله بشيء من التفصيل. اخر قسم قسم الادويه والسموم، وهنا تدرس تاثير الدواء على فسيولوجيا الجسم وعلى الاعضاء وعلى كل سيستم موجود، يعني مثلا تاثير الدواء ده على القلب والسايد افكت بتاعته اللي هو التاثير الجانبي. كمان تدرس السموم واشكالها وانواعها وازاي تتعرف عليها، شيء من التفصيل لان دي حاجات تخصك 100%. تيجي للسؤال الثاني، مين فيهم سواء كطبيب صيدلي او طبيب علاج طبيعي مين فيه تعامله اكتر مع المريض؟ للحقيقه اكتر تعاملا هو دكتور العلاج الطبيعي، لان دكتور العلاج الطبيعي بيستلم المريض يبدا يشخص المريض من اول وجديد ويكتب الخطه العلاجيه، يستمر مع المريض ده ايام وشهور ممكن توصل لسنه واكتر، وكمان بيكون بتعرف ادق التفاصيل عن المريض ده عشان انت اكتر حد بيبدا يشخص المريض بشكل مفصل. عشان كده الدكتور العلاج الطبيعي هو اكتر حد بيتعامل مع المريض بشكل مباشر. نوصل للسؤال الرابع وده سؤال مهم حبتين، وساعات كتيره بيتحدد الناس هتخش صيدله ولا علاج بسبب السؤال ده اللي هو التكليف، عشان بيقول في النهايه ان انا لو دخلت كليه من دي وتعبت نفسي 5 6 سنين وملهاش تكليف ملهاش لازمه ان انا اخشها. بالنسبه لكليه صيدله، في كليه صيدله التكليف وقع فيها من سنه 21، يعني اخر دفعه هتتكلم في سنه 21 مفيش دفعات ثانيه هتتكلم. بالنسبه لكليه العلاج الطبيعي، كليه العلاج الطبيعي بعد ما اصدروا قرار من فتره قريبه واللي هو ان اخر دفعه 24 هيكون التكليف فيها حسب الحاجه، يعني الناس اللي هتتخرج من الامتياز سنه 24 اللي هي السنه اللي احنا فيها دي هيكون منهم جزء هيتوظف او هياخد التكليف بتاعه وجزء لا. يعني لو الحكومه محتاجه 8000 دكتور علاج طبيعي والمجمل اللي عندنا متخرجين 12 هياخدوا 8 ويسيبوا 4 للسنه اللي وراهم يتكلفوا. لكن هل متوقع التكليف بتاع علاج طبيعي يقف؟ متوقع جدا جدا بسبب النظام اللي ماشيين بيه حاليا، لان كل محافظه حرفيا بيفتح فيها كليه واثنين وثلاثه علاج طبيعي ما بين الخاصه والاهليه ودول اكتر ومعاهم الحكومه، فمع زياده عدد الكليات بيزيد عدد الخريجين، فترجع لنفس المشكله اللي حصلت مع خريجي كليه صيدله ان العدد زاد والسوق زاد فيه كميه الخريجين، فده قلل من الجوده بتاعت الخريج ذات نفسه، كمان قلل من فرص العمل المتوفره لدكاتره الصيدله. كذلك الامر هيحصل في علاج طبيعي بس هو هياخد فتره من الزمن هي مش بعيده جدا ومش قريبه برضه عشان لسه الكليات بتفتح وهتفتح تاني. السؤال الخامس وده يهم جزء كبير جدا جدا من الشباب اللي حابب بعد ما يخلص اي مجال طبي يطلع بره مصر، مين فيهم سواء صيدله ولا علاج طبيعي هيتسهل لك طريق الخروج بره مصر؟ بص عامه كده ما بين قوسين اي كليه في مجال طبي هتساعدك انك تخرج بره بشكل سريع. بالنسبه للعلاج طبيعي وده اللي اعرفه انا بسبب ان ده المجال بتاعي، فعلاج طبيعي الدنيا فيه لسه بره شبه بكري لان المجال ده يبان شويه، لان هناك في اتجاهات عامه ان هم يبعدوا عن الجراحات باي شكل ممكن ويعالجوا المريض بدون اي تدخل جراحي عشان التدخلات الجراحيه في النهايه ليها تاثيرات جانبيه شديده بالذات بالنسبه على الجهاز العضلي والعصبي. طيب طريقه خروجك ايه؟ بيكون عامه ان انت بتحدد بلد معين ولو مثلا نقول امريكا وان انت بعدها تبدا تاخد الفيزا وده اصعب جزء في المعادله عامه، وبعدها تبدا تعادل ورقه وتحجز الامتحان وتمتحن وبتسافر وبيكون الدنيا بسيطه بس اهم حاجه الفيزا. كذلك الامر في كليه صيدله هم ليهم معادلات معينه بعد ما بياخدوها بيقدروا يسافروا بره، بس عامه الاتجاه السائد حاليا ان اغلب الناس حاول تطلع لبلاد اوروبيه مش دول الخليج لان الدنيا ما بقتش زي الأول. نيجي للسؤال رقم 6 وده مهم جدا جدا بالاخص للناس اللي هتقعد هنا في مصر، الدخل المادي لخريج كليه صيدله ولا الدخل المادي لخريج
كليه العلاج الطبيعي. بص، بالنسبه لكليه صيدله الدخل المادي ليه اشكال كتيره جدا 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 ومجالات كتيره جدا في كليه صيدله، زي انك تشتغل في شركه ادويه، زي انك تشتغل مندوب ادويه، زي انك تفتح صيدليه، او انك تاجل اسمك ويجي لك فلوس على تاجيل الاسم بتاعك عن حد غيرك فتح بيه صيدليه وانت مرتاح. بس للامانه ان كميه الخريجين اللي بتزيد سنه عن سنه اللي طالعين من كليه صيدله خلى الاتجاه العام بتاع الدخل المادي بتاعهم ينخفض شويه، لان في خريجين كتير وفي للاسف صيدليات كتير جدا 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 مفتوحه في كل مكان، وده قلل فرص العمل بتاعتهم وقلل الدخل المادي بتاعهم بشكل ملحوظ شويتين. بالنسبه لخريج كليه علاج طبيعي، اول ما بتطلع في الامتياز او بعد الامتياز بيكون اكتر شغل متوفر قدام منك هو شغل البيدياتريك اللي هو شغل الاطفال، بيكون مش مجزي جدا لكن اهو ده شغال بيه، ممكن تجيب 2000 او 3 في الشهر، ممكن تجيب اكتر من كده. بس هو بعد مرور الوقت ان انت قدرت تفتح مركز خاص بيك، ده بيكون انتقال معين بدرجه اعلى بكتير، وحاجه كويسه ان انت بيكون ليك دخل مادي ثابت كويس. وكمان ممكن تشتغل في التغذيه حتى لو حبيت انك تبعد عن المجال العلاجي اللي هو التمارين وغيره كده، لانه مجال متعب شويه بعض الشيء، واتجهت لمجال التغذيه هيكون مربح ومجزي جدا. عامه المجال مجزي لكن محتاج مجهود ومعافره شديده جدا، لكن برضه حط في الحسبان لقدام هو مش هيحصل خلال سنه ولا اتنين، يعني ان مع زياده عدد الكليات اللي قلت عليها من شويه ده برضه هيخلي السوق متشبع بالخريجين، ومع تشبع السوق بعدد كبير من الخريجين ده بيحطك في نفس المشكله اللي حط فيها خريجين كليه صيدله، اللي هو المرتبات بتاعتهم قلت، وحتى كل الناس فاتحه مراكز فانت هتنافسوا بعض وقيمه هتنزل. لكن في بصيص من الامل اللي هو ان المراكز بدات تاخد اتجاه التخصصي. يعني ايه؟ مثلا زمان لما حد كان يفتح مركز علاج طبيعي كان ياخد فيها حالات الاطفال وحالات العظام وحالات الاعصاب وحالات الجلديه والحروق وحالات الجراحه، كل الحالات اللي محتاجه علاج طبيعي كانت تتعالج في مركز واحد بس. حاليا بدا الاتجاه يروح للتخصص، انا مثلا هفتح مركز متخصص بس في علاج العظام وجراحتها والالام بتاعتها، انا هفتح بس مركز متخصص في علاج الاعصاب او في علاج الاطفال او في علاج النساء. دي كلها خلت الاختلافات تظهر ما بين الخريجين، ويبقى المجال لسه فيه دور كبير ياخد خريجين اكتر بسبب ان المجالات انقسمت، زي عند بشري مثلا دكتور مسالك ودكتور قلب وصدر ودكتور جلديه، خلت الدنيا متشعبه شويه مش كله كدكتور واحد. سابع سؤال وده مهم من فئه برضه كبيره، واللي هو انا لو خلاص درجتي ما جابتش غير ان انا اخش خاص، اخش علاج طبيعي خاص ولا اخش صيدله خاص؟ بما انك وصلت للنقطه دي فهنا في حاجه لازم تحطها في دماغك، وهو ان اللي هيحدد دخولك صيدله ولا علاج هو رغبتك انت، لان في النهايه انت هتدفع مئات الالاف كل سنه عشان في الاخر تتخرج بلقب دكتور، سواء دكتور صيدلي او دكتور علاج طبيعي. ومحتاج من 3 ل5 سنين، محتاج 3 سنين على اكثر من ولي يا عم ان انت ترد الفلوس اللي اتدفعت عليك اثناء سنين الكليه. يعني انت حاليا دخلت مجال متدين فيه بالمعنى الحرفي عشان ترد الدين ده بعد التخرج، كلا المجالين هتاخد فتره من الزمن على ما ترد ده. فهنا هيجي في دماغك حاجه واحده بس لازم تحطها قدام عينك، ان تحديدك للمجال اللي انت هتخش فيه سواء خاص او اهليا بيعتمد على رغبتك. ما تخشش كليه انت مالكش رغبه فيها، ان انت في الاخر متداين وهتطلع ترد الفلوس دي. وفي النهايه في النقطه دي الخاص والعام زي بعض، ما بين المميزات وما بين العيوب، بس دي تدفع فيها فلوس ودي لا. تامن نقطه، طيب لو انت بنت انهي مجال فيهم افضل ليك؟ بصي بكل امانه وصدق مجال العلاج الطبيعي مجال صعب جدا 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 بدنيا وبالذات على البنات، لان مثلا هيجي لك ست او هيجي لك راجل عنده 100 كيلو والمفروض ان انت تساعديه بمجهود بدني كبير جدا انه الشخص ده يقوم من السرير ويبدا يتحرك، او يقوم من مكانه ده او الاعاقه اللي هو فيه ويبدا يتحرك، فهو مجهود بدني كبير جدا جدا جدا. طيب هل لو انت بنت وعايزه تخش علاج طبيعي ممكن تتخصصي في حاجات خفيفه شويه؟ زي التغذيه، دي حاجات بتسهل عليكي في الامور، او ممكن تتخصصي في قسم النساء، برضه دي حاجات سهله عكس باقي الاقسام زي الاطفال والاعصاب والعظام، او ممكن تخشي صيدله وده هو الاريح ليكي جدا جدا جدا، امر مش متعب بدنيا. ولكن في النهايه في دكاتره بنات كتير جدا في علاج طبيعي، هو في الاول وفي الاخر اختيار وعلى حسب مقدرتك ان انت تعملي ايه. وبكده دي كل التفاصيل اللي انا قدرت اجمعها سواء عن علاج طبيعي او عن صيدله. وبتاسف لو انا انتقصت من حق كليه صيدله، هي كليه عظيمه جدا جدا جدا، واي طالب بيخش كليه صيدله حرفيا بيبقى شرف لاهله ولنفسه، كليه بتزوده شرف. الكلام اللي انا بقوله حاليا ده بواقع خبرتي، لان انا شايف سوق العمل اللي انت لسه ما وصلتلهوش، لان انت لسه يا دوب هتخش الكليه فمش عارف سوق العمل عامل ازاي. فانا قلت لك كل التفاصيل اللي قدرت اجمعها سواء هنا او هنا، وبكده اقدر اقول لكم اشوفكم في فيديو جديد. سلام.